بعد غياب استمر حوالي 8 سنوات، يبدو إن فرقة العدالة Justice League ممكن ترجع تاني، لكن مش دلوقتي. المخرج جيمس جون اللي مسك قيادة عالم دي سي الجديد مع بيتر سافرن بدأ بالفعل في بناء خطة جديدة تماماً تحت اسم Gods and Monsters. الفصل الأول من العالم ده هيبدأ بفيلم سوبرمان اللي هينزل يوم 11 يوليو 2025، وبيتبعه فيلم سوبر جيرل وومن اوف تومورو في يونيو 2026. لكن في مقابلة مع انترتينمنت ويكلي، جيمس جون اتكلم بشكل صريح لما اتسأل عن فرقة العدالة وقال مفيش جاستس ليج في العالم ده لسه، ورغم كده أكد إنهم موجودين في خطته بس في توقيت مختلف. كمان الممثل ديفيد كورنسويت اللي هيجسد شخصية سوبرمان علق وقال إنه مش بيحب يتوقع إيه اللي جاي، لكنه متحمس يسمع خطط جيمس، وقال إنه هيفضل مستني المفاجآت. الجدير بالذكر إن خطة Gods and Monsters مش بتركز على قصص الأصل التقليدية للأبطال المعروفين زي باتمان وسوبرمان، لكنها بتقدم شخصيات جديدة زي كلاي فيس، The Authority وسوامب ثينج، بالإضافة لمسلسلات زي لانترنز، وولر، بوستر جولد وغيرهم. يعني لحد اللحظة دي مفيش فيلم جاستس ليج رسمي معلن ضمن المرحلة الأولى، لكن حسب كلام جيمس جون الفريق راجع بس في الوقت الصح. إيه رأيكم؟ تتمنوا تشوفوا مين في فرقة العدالة الجديدة؟ وهل تتوقعوا الجيل القديم يرجع ولا هيكون في أبطال جداد؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك لو مهتمين بأخبار دي سي أول بأول.